المنتخب الوطني المغربي كيتأهل رسميا لكأس العالم 2026 من بعد الفوز ديالنا على المنتخب النيجيري بخماسية مقابل صفر. الماتش اللي عرف افتتاح من عمولي عبد الله بالحلة ديالو الجديدة، واللي صراحة تيران زوين وزوين بزاف. تيران اللي بمعايير أوروبية ومفخرة لينا، بطبيعة الحال مفخرة من الناحية الكروية فقط، حيث ما يمكنش نفتخروا بشي حاجة والناس في الجبال الله بوحدو اللي حاس بيهم. على أي فتحية كبيرة للعمال المغاربة اللي سهروا وعرقوا، وكاين اللي خاطر بحياته من أجل أنه يعطينا هاد التحفة هذه. فهنيئا للكرة المغربية بهذه المعلمة الكروية الجديدة. بخصوص الماتش ديالنا، فراه مرة أخرى والد الركراكي كيتفوق على مدرب النيجر المغربي بدو الزاكي. واخا بدو الزاكي قال بلي راه المنتخب المغربي يقدر يربح بلا ما يكون الركراكي، وصراحة أنا متفق معه نظرا للفوارق اللي كاينين بين المنتخبين، واللي بطبيعة الحال بلا ما يكون المدرب اللي يقود الفريق كان المنتخب المغربي غادي ينتصر في هذا الماتش هذا. صراحة كنظن بلي الزاكي قال غير الصراحة، وما قصدش الإهانة لسي وليد الركراكي. مهم على أي نخليو هادشي بين قوسين. المنتخب الوطني من بعد الفوز ديالو بخماسية كيتأهل رسميا لكأس العالم 2026 اللي غيكون في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. الأهداف ديال المباراة اللي سجلهم كل من السيباري بهدفين، الكعبي إيغامان وعزين أناحي. إذا بهذا التأهل كيكون المنتخب الوطني هو أول منتخب إفريقي كيتأهل رسميا لكأس العالم، ومن بين الأوائل في العالم اللي كيتأهلوا، حيث المنتخبات اللي تا هما ديجا تأهلوا هما كل من أمريكا كندا والمكسيك، البلدان المنظمة بطبيعة الحال، زائد اليابان نيوزيلندا الأرجنتين وإيران، بالإضافة للأردن كوريا الجنوبية أوزباكستان أستراليا والإكوادور، وأخيرا البرازيل كولومبيا الأوروغواي الباراغواي والمنتخب الوطني المغربي. المنتخب اللي بكل صراحة مفخرة كروية لينا أنه ولا كيتأهل لكأس العالم مع الأوائل، عكس في السابق اللي كنا كنلقاو صعوبة كبيرة باش أننا نتأهلوا، وشي مرات بل في الغالب ما كناش كنتأهلوا. فكنتمنى بكل قلبي أن هذه النهضة الكروية اللي كتعيشها بلادنا تكون في كاع المجالات، لا من التعليم ولا من الصحة ولا كاع المجالات الأخرى، حيت بغينا ولا كرهنا الكرة كتبقى شي حاجة اللي ثانوية في الحياة، وكاينين أولويات اللي قبل الكرة. والله العظيم إلا كنفرح لهذا الشيء اللي كتعيشوا البلاد، هو التطور ديال الملاعب وديال المنتخب، لكن فاش كنشوف الواقع ديال معظم الناس هاد الفرحة كنحس بها بلي ناقصة. فيا ربي دير شي تاويل لهاد البلاد هادي، ودير شي تاويل للدراويش اللي عايشين فيها. المهم نرجعوا للماتش ديالنا، والمدرب والد الكراكي اللي اختار هاد الاسماء هذه هي اللي غتكون رسميه. المهم حنا غنذكروا الاسماء وفي نفس الوقت غنديروا التقييم ديالنا ليها. المهم البدايه بالحارس ياسين بونو. بونو اللي ما تختبرش بزاف في هذا الماتش هذا، وتقريبا بقى مرتاح في اغلب الاوقات ديال المباراه، واكيد واخا كنت تختبر راه غيكون حاضر بقوه. المهم كلنا كنعرفوا بونو، داكشي علاش غنقول عليه كان مزيان. أشرف حكيمي مستوى كبير كيقدموا معنا الكابيتانو ديالنا، وما تنساش البالون دور هذا العام إن شاء الله. بالعامري مفخرة لكل رجاوي أنه يكون عنده واحد بحال هذا في فرقته، صراحة أداء ثابت في كل ماتش كيقدمه مع المنتخب، كنتمنى ليه التوفيق من كل قلبي. سفيان أمراب محور الأرض صمام أمان ديال المنتخب المغربي، كنتمنى يكون ديما في أفضل الأحوال ديالو مع المنتخب. نيف أقرب اللاعب اللي عنده غيرة على القاموس الوطني، بالرغم أنه مؤخرا ما كانش في أحسن الأحوال ديالو مع الفرق اللي كيلعب فيها. ماسينا العائد للمنتخب الوطني، وكما كنقولوا العود أحمد. كنتمنى ليه غير الخير معنا ومع الفريق ديالو. دياز نجم المنتخب الوطني لاعب الفريق الملكي، واحد من بين افضل اللاعبين في المنتخب، بالرغم ان في هذا الماتش كنت كنتسنى منه احسن من هذا الشيء. اللاعب اللي سجل هدفين في هذا الماتش واللي قدم اداء كبير، ان شاء الله مستقبل كبير قدام هذا اللاعب. بن صغير ان شاء الله غيكون عنده شأن كبير مع المنتخب ومع الفريق ديالو في المستقبل. العناوي اللاعب اللي اول مره كيلعب مع المنتخب وصراحه هذا المستوى جيد، كل التوفيق ليه. كعبي اللاعب المجتهد اللي سجل الهدف الثالث، اللاعب اللي كتمنى انه يكون ديما في افضل الحال مع المنتخب والفريق ديالو. اذا هذه هي الملاحظات ديالي على العناصر الرسميه اللي بدات. المهم مره اخرى مبروك للمنتخب الوطني التاهل لكاس العالم للمره السابعه في التاريخ، وان شاء الله في ذاك المونديال المنتخب يقدم اداء مستوى يشرف الكره المغربيه. فهذا كان هو الفيديو ديالنا، فيديو خفيف دوينا فيه على المنتخب والتاهل ديالو لكاس العالم. فمهم هادشي اللي كان في هذا الفيديو. تهلاو.